السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. ورجعت لكم بعد غيبه كلش طويله. حبايبي اني كنت صاحبه قناه صدقه جاريه للطبخ، والقناه كان بيها متابعين والحمد لله، بس القناه لظروف ما تركتها. واليوم راح ابدي باول وصفه قناتي الجديده، قناه مطبخ ماما منال. وان شاء الله يا ربي الوصفات اللي راح يعني اقدمها لكم ان شاء الله تستفادون من عندها. فاني اول ما بديت راح ابدي بوصفه بسيطه كلش، هي البيتزا. وبعدين لان تعرفون المتابعين قليلين، فالطبخات ان شاء الله والوصفات ان شاء الله على يعني اريد ان المتابعين يبدون يعرفون القناه. وان شاء الله ان شاء الله نبدا بوصفاتنا اللي تكون بعد احسن واصعب من هاي الوصفه. هي وصفه سهله بس اكيد اكو بعض البنات ما يعرفونها، فانا راح ابدي بشكل مبسط بيها. اول شيء انا عندي الطحين نص كيلو. هسه خلينا نقول نص كيلو طحين. حبايبي النص كيلو طحين راح اخلي عليه هاي الخمره. انا الخمره يعني خليتها تختمر على مود اختبر انه هي مختمره لو لا. فخليت الخمره، هاي الخمره حبايبي. والويا الخمره طبعا انا خل شكر الملح ما اخليه هسه. عندي اضافه احب اخلي قليل من الزعتر وهي العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخلطها. كنت نعجن بمي دافية زين عيني. انا اكتفي بس بالزعتر، اذا يعجبكم تخلون روبه، بس انا راح اكتفي بس بالزعتر هالمره. نعجنها للعجينه. رجعت لكم حبايبي، وهاي العجينه مالتنا اختمرت وحلوه صارت. شوفوا عيني هاي العجينه. اني يعني راح ما افتحها بالشبك وبطحين انا مباشره راح اخليها بالصينيه اللي اسوي بيها البيتزا. وباعوها شلون تنفتح بكل سهوله، لا تتعبنا ولا تحتاج طحين لان معجونه بطريقه صحيحه. هسه عيني، هسه اريد اخلي الصلصه اللي تكون فوق البيتزا اللي راح تكون الكاتشب والمعجون والزعتر. هاي الاضافات لازم تكون معجون قليل وكاتشب والزعتر. انا بالنسبه لي هاي كلش احبها فكثر بيها. يعني احب البيتزا تكون صلصتها هوايه. انا شبيتي رادلها بعد، ترى مو هواي بنات. لان انا اصلا العجينه عندي مشكشكتها، فراح تشربها كل العجينه. صدقوني راح تكون لينه ورطبه، ما احبها تكون يابسه. زين عيني. هسه راح ابدي، راح اخلي قليل من الجبن. حبايبي الجبن اول مره اول طبقه راح نخليها، لا تخلوها توصل للاطراف، ما اريدها تحترق. يعني دائما خلوا الجبن يكون بالوسط. حبايبي هسه خليت المورتديلا او الصوصج. هنا يا بنات يعني لا تتقيدون بالحشوه. يعني عندكم دجاجة مشوية وباقي من عندها صدر الدجاج، عندكم شيء يعني صدور دجاج مسلوقة، دجاج باقي، خلوه لا تتقيدون بشيء. لحم مثلون. هسه انا اليوم عندي الصوصج، فخليت الصوصج عادي، خليته الصوصج عادي. زين يعني هسه انا بعد ما خليته شو خلينا نخلي الفلفل الاخضر. هسه انا ما خلى اخضر، هذا احمر.
حبايبي هسه خلينا الفلفل نخلي الطماطة همه، شو تريدون خلوه، فلفل، طماطة، بصل إذا تحبون، فاللي تحبوه خلوه. زين. وهسه نخلي زيتون. ورشة الجبن الطبقة الأخيرة. هنا الرشة الأخيرة لا تبخلون بها لأن هي البيتزا يعني جبن. حبايبي وهذا شكلها ان شاء الله تعجبكم. هسه احنا طبعا هذا الشغل اول ما بدينا نشتغل انا فاتحه الفرن على اعلى درجه عندكم يحمى، يلا تخلوه لان البيتزا تريد نار عاليه، لان اذا كانت النار بارده راح تنصدم وتظل يابسه. راح اخليها بالفرن على درجه حراره، شوف قد الفرن مالتكم 250، خلوها تقريبا تاخذ لها نص ساعه اقل حسب الفرن، وراح اشوف ايش قد تاخذ بالفرن واقول لكم. حبايبي طلعتها من الفرن وهذا شكلها النهائي. طبعا اخذت بالفرن تقريبا ثلث ساعه. يعني انتم بالنسبه للاضافه اللي قلت لكم عليها زيت الزيتون وهي ثوم بالبدايه، اذا هاي شفتوها ما تعجبكم لا تخلوها، واكيد تطلع ترى نفس الشيء زين اني، بس انا هاي الاضافه يعني بالبيت سويتها وحبوها يعني، وان شاء الله راح تعجبكم. حبايبي وهسه عندنا راح نسوي البورق. البورق اللي راح نسويه طبعا البورق له هوايه طرق، بالعجينه المطبوخه، بالعجينه اللي راح نشتغلها بايدينا هواي، بس بما انه اني هسه مسويه بيتزا فاريد شيء سريع ويا البيتزا، لان الفطور ما باقي لها شيء كلش قليل ربع ساعه، وخل اسوي لهم اياه على السريع. فالعجينه المثلثات الكل يعرفها. شو راح اسوي؟ راح اسوي الحشوه جبنة الموزاريلا. جبنة الموزاريلا راح اخليها شوية كزبرة، يعني ننكهها شوية كزبرة، لا نخلي هواية، واذا عندكم حبة سودا، وبعدين اريد شوية تخلون زعتر، تحطون العجينة عفوا الحشوة. وهم اكو اضافه ثانيه الزيتون اذا تريدون، بس انا ما راح اخلي زيتون، راح اخلط بهاي الحشوه فقط. زين اني حبايبي نخلي الحشوه، تخلون الحشوه حاولوا تخلوها على يعني كل العجينه بهالطريقه، يعني لا تكوموها بس بالنص، وتجيبون هاي الجهتين بهالطريقه وتحاولون تلمون العجينه. طبعا هي طريقه سهله بس صدقوني اكو بنات حتى هاي اللفه ما يعرفوها، فنخليها يتعلموها. زين عيني بالنهايه تخلون شويه مي عندك او مي وطحين، تخليها على مود العجينه ما تنفتح بالتقلاب. وحبايبي هذا البورق خلص مالتنا تقريبا ما استغرق 10 دقائق لف البورق. وهاي اطباقنا اليوم البيتزا والبورق، ان شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. واذا عجبتكم القناه وعجبتكم الوصفات ارجو الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الاشعارات واللايك للقناه. شكرا جزيلا.